السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت فيديوهات كتير قوي لتخليل الليمون الأداليا، بس بصراحة ما دخلتش دماغي. عايزة بقى النهاردة ان شاء الله هوريكم طريقة التخليل الصح، واللي ان شاء الله هتاكلي منها مش في نفس اليوم او بعد يوم، لا خلينا متفقين ان كل حاجة يا جماعة عشان يبقى طعمها حلو لازم تاخد حقها في التسوية. فان شاء الله هنعمل الليمون بأسهل طريقة، و ان شاء الله تاكلي منه بعد 3 ايام كتير 4 ايام، وكل ما تسيبيه كل ما بيبقى اجمل. المهم انا معايا هنا 1.5 كيلو من الليمون الأداليا، ومعايا نص كيلو من الجزر، ومعايا ربع فلفل الوان زي ما انتم شايفين، احمر على اخضر على رومي، ومعايا حبة البركة، ومعايا عصفر، ومعايا ملح، وكمان معايا 5 أو 6 فصوص من الثوم، وده حسب الرغبة. عايزة اقول لكم الطريقة دي سهلة وبسيطة، وبالمناسبة انا جبت الليمون ب10 جنيه مش ب5 جنيه يا جماعة. في حلة بقى على النار المية تكون بتغلي كويس جدا، ويا ريت تتبعي الخطوات دي عشان والله هتاكلي احلى ليمون. دي طريقة ماما الله يرحمها، واللي دايما كانت بتعملها لنا. بس هحط بقى الليمون، انا طبعا غسله الليمون كويس جدا، ويعني مش محتاج يتصفى ولا يتنشف، هو كده كده هنسلقه. بس حطيت بقى الليمون يتسلق، تقريبا خد مني يا بنات بتاع ربع ساعه. يعني عايزه اقول لكم انا مش جايبه كميه كبيره، دول 1.5 كيلو، فعايزه اقول لكم 1.5 كيلو دول ب15 جنيه، هتشوفوا هنعمل بيهم ايه. هقلبه كده. وفي كمان نقطه عايزه اوضحها لحضراتكم، ان انتوا كمان يا ريت تجيبوا الليمون نفس نفس الحجم، علشان يبقى السوا بتاعه زي بعض، ما تبقاش واحده كبيره لسه ما استوتش والصغيره استوت. جربوه بطريقتي وان شاء الله هيعجبكم. المهم انا طلعته بقى على في طبق فيه ميه من الحنفيه عادي مش ساقعه، علشان بس اوقف عمليه التسويه بتاعته. عايزه بقى اقول لكم على حاجه، انا هنا يا بنات سايباه كده في الميه شويه، وهقول لكم دلوقتي هنعمل فيه ايه علشان تاكلي احلى ليمون مش ممرر نهائي. هجيب كده الليمونه، هقطع الناحيتين اللي هما قصاد بعض، يعني البوزين بتوع الليمونه، واقطعها نصين، وهطلع البذر اللي جوه. دي اهم حاجه، لان مع احترامي لكل اللي عملوا الفيديو بتاع ان احنا نحطه ني كله في الكبه، لا ده مش حلو خالص، لانه اكيد هيمرر علشان البذر بتاعه، فطبيعي ان هو هيمرر. بس وهقطعه بقى اي تقطيع، انا عن نفسي بحب اقطعه اللي هو ايه على قد الاكله، يعني اللي هو حتت صغيره، اللي هو تاكليها كده بالمعلقه يا دوب، يعني ما تسيبيش منها. بس فبخلص بقى زي ما انتوا شايفين كده، بطلع البذر كله. اهم حاجه يا بنات نحاول ان احنا نطلع البذر عشان ما يسيبلناش اي مراره. وهحطه دلوقتي في الميه. الخطوه دي بقى يا بنات مهمه جدا، عايزاكم تركزوا فيها، علشان دي اللي هتديكوا ليمون حلو جدا جدا وما فيهوش اي مراره خالص. انا هبتدي بقى بطلع كده معاكم واحده واحده اهي. والتقطيعه اللي حضرتك عايزه تعمليها على نصين براحتك، يعني عايز تعمليه 4/4 زي ما تحبي، بس انا بقول لكم الطريقه اللي ماما الله يرحمها كانت بتعملها، وكنا بناكل احلى ليمون. دلوقتي بقى يا بنات زي ما انتوا شايفين كده وهو متقطع، انا هغير عليه الميه من 2 ل3. يعني لو هتعمليه مثلا الصبح او الظهر، هتغيري كده كل كام ساعه تخشي تغيري الميه وتشطفيه كويس، وتحطيه في ميه تانية، في ميه نظيفه. ده بيساعد ان الليمون ينزل كل المراره بتاعته. هنا بقى صفيت الليمون بتاعي وبقى زي الفل، حتى انا دقته والله المرارة خفت جدا، يعني خفت بنسبة 80%. هنا بقى عملت ايه؟ بشرت الجزر، هنزل بيه هو وفصوص التوم. انا قطعت التوم ما بهرسهوش، انا بحبه بيبقى كده صحيح، بيبقى اجمل بكتير، وجربوه وان شاء الله يعجبكم. هنا بقى فرمت جزء من الفلفل في الكبة، او عايزة تقطعيه صغير براحتك. وكمان حطيت شوية كمان من خدت الباقي الفلفل قطعته بالشكل ده، علشان يبقى الشكل حلو والطعم كمان حلو جدا، ما يبقاش كله حاجات مهروسة. يعني برضو العين بتاكل قبل البق يا جماعة. هاخد بقى 2 معلقة من حبة البركة، وما كتروش علشان ما يغمقش الليمون بتاعك. والعصفر بقى براحتك، انا عن نفسي هحط 2 معلقة كبار ونص تقريبا. بالنسبة للملح بقى يا بنات، انا حطيت 6 معالق ملح كبار على الكمية دي، وما تستغربوش هيطلع مظبوط جدا جدا. انا عن نفسي يا جماعة عايزة اقول لكم ان انا بستخدم ملح تاني اللي هو العبوات،
ده في اكلي العادي، بس بحس ان هو مش بيحيق قوي، فجبت الاكياس الصغيره دي، سهله جدا وبسيطه. انا حطيت زي ما انتم شايفين كده 6 معالق تاني، وهقول لكم هيحتاج ايه بعد كده اهو بالشكل اللي انتم شايفينه. عايزه اقول لكم الريحه قلب المطبخ خطيره والله، الريحه تحفه، والالوان طبعا مع بعض حلوه جدا اهو. كده خلاص حطينا بقى كل المكونات مع بعض واحده واحده كده بالراحه. ودلوقتي هعمل ايه بقى؟ هجيب معلقه كبيره من السكر، وده ما تقلقوش منه، لو لاحظتوا الملح هيخلي عمليه التسويه ممتازه، تمام. وكمان معلقه السكر كماده حافظه لليمون بتاعك يفضل اطول وقت ممكن. واديت كده معلقتين 3 كبار من زيت الزيتون، لو عايزه براحتك تستغنى عن الخطوه دي براحتك، بس انا بحبه كده جدا وبيطلع معايا جميل قوي. ولو مش عندك زيت زيتون، اي زيت عادي نباتي، زيت ذره، المتاح يا جماعه اعملوا بيه. شايفين الكميه دي لو حسبناها كده، احنا جبنا 1.5 كيلو ليمون ب15 وربع فلفل، يعني الفلفل والجزر كانوا عاملين 15 برضو، تمام. يعني والعصفر والحبان يعني كلام فارغ. المهم هجيب بقى البطرمان بتاعي يكون نضيف جدا جدا ومتعقم. متعقم ازاي؟ ان احنا هنغسله كويس، وبعد كده هنجيب اي حاجه، يا اما لو عندك ميكرويف تحطيه على كام ثانيه، يا اما لو عندك حله تحطي فيها ميه سخنه على البوتاجاز وتقلبي البوز بتاع بطرمان الازاز بتاعك، ومن فوق كده تخليه ايه، ياخد البخار من جوه. ده التعقيم يعني، ودي اسهل حاجه للتعقيم. هحط بقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، هنعبي. واحنا بنعبي يا جماعه ندوس عليه لتحت علشان مش عايزين اي هوا جوه، انا عايزه الليمون كله يبقى فوق بعضه. ندوس كده اهم حاجه. هنا دوست عليه، بصوا انا بدوس كده علشان انا عايزاه ينزل لتحت خالص، يبقى ايه، مكتوم، مش عايزاه يدخل له اي هوا يعني. كده كفايه. وهسيب بقى دول كده، ممكن ايه ابقى استخدمهم تاني. بصوا بسم الله ما شاء الله، بطرمان خطير. عايزه اقول لكم ان انا دقته في الوقت ده حلو جدا، بس خلينا ناكله بعد كام يوم ونشوف النتيجه. حطيت بقى على وشه زيت زيتون، اهم حاجه ان انت تحطي له زيت كتير. انا حطيت ميكس بقى، يعني حطيت شويه زيت زيتون وعليه كمان شويه من الزيت النباتي، وتقدري يا ده يا ده زي ما تحبي. وهبتدي بقى ادوس بالمعلقه تحت خالص علشان انا عايزه الزيت ينزل في الليمون كله، فاهميني؟ بس. ويا ريت لما تجربوه تيجوا بقى تقولوا لي في الكومنتات، ولو عجبكم تعملوا لي لايك وايه، بلاش شير، وكومنت. لايك وكومنت لا وسبسكرايب. المهم هقفل بقى على البطرمان بتاعي بالشكل ده، وهسيبه بقى في التلاجة. بصوا القمر، بصوا الجمال، حاجة فظيعة. هسيبه بقى في التلاجة لمدة من 3 ل4 ايام، عايزة تسيبيه 5 ايام زي ما تحبي، هتاكلي احلى ليمون. بس ده كده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم وجربوه بالطريقة دي، وهستناكم تيجي تقولوا لي. باي باي.